مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. فيلمنا النهاردة الفيلم النادر مدام لوريت. فيلم من مفقودات السينما المصرية، وممكن تكون أول مرة تسمع عنه. تاريخ العرض 1 فبراير 1919. مدة عرض الفيلم 3 دقايق. عمر الفيلم 106 سنة. فيلم من أيام السينما الصامتة. أما عن طاقم العمل فكان من بطولة فوزي الجزائري، فؤاد الجزائري، جميلة الجزائري. تعال أقولك على معلومتين عن الفيلم قبل ما نبدأ. طبعا لما قلتلك مدة العرض بتاعته 3 دقايق حسيت بحاجتين. أولا يا إما أنا غلطت وقلت مدة عرض مختلفة، يا إما حسيت بحاجة غريبة. 3 دقايق ده إيه الفيلم القصير أوي ده؟ أحب أكد لك معلومة إن ال3 دقايق أيام السينما الصامتة كانت مدة كبيرة جدا، لأن زمان الناس كانت بتدخل تتفرج على صور بس. كان عندهم انبهار إن في شاشة كبيرة بيظهر عليها صور بتتحرك، وإزاي الناس دي دخلت جوه الشاشة، والممثل الشاطر هو اللي كان يعمل الرياكشن صح، لأن كل الممثلين كانوا بيعملوا رياكشنات بس ما كانش فيه أصوات. الفيلم ده أول فيلم قصير في السينما المصرية، والفيلم ده ما تصورش في استوديو خالص، لأن أيام الفيلم ده ما كانش فيه حاجة اسمها استوديو تصوير. الفيلم ده اتصور كله في شوارع القاهرة. أما عن قصة الفيلم فهي مأخوذة من مسرحية هزلية جدا اسمها مدام لوريت، والمسرحية دي أول حد عملها كان فوزي الجزائري. خد القصة وعملها فيلم سينمائي علشان يعيش في الذاكرة، بس كان نفسي يبقى فيه مشاهد تتعرض، بس الفيلم مفقود. بس كفاية انه في ذاكرة وتاريخ السينما المصرية. ودلوقتي جه ميعادنا مع أهم جزء في الفيديو وأهم جزء في قصة الفيلم، وهي القصة نفسها. بتدور أحداث الفيلم حوالين خادم بيغازل ست أجنبية وهي مدام لوريت، ومدام لوريت بترفض المغازلة وبتضربه بالمكنسة وبتلم عليه الجيران، وطول الفيلم مدام لوريت والجيران بيضربوا الخدام. بس هي دي القصة، مش بقولك 3 دقايق. شكرا جدا انك اتفرجت على الفيديو للآخر، واحب اقولك اظبط ساعتك علشان حلقتنا كل يوم في نفس الميعاد، ونورتنا مقدما.